مرحبا. يقول ما ميز الماضي غير البساطة، وما خرب التالين غير التصنع. فسر ما يلي. ايش فهمت من ذا البيت؟ شاركوني. نبي اللهم صل وسلم عليه. اليوم عندي لكم قصة، بس تاخذ الشاهي وقهوتك وتيش تسمع قصة المثل ذا. لماذا قيل المثل ذا؟ اللي هو اختلط الحابل بيش بالنابل. لماذا قيل المثل؟ نسمعه دائما، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. أنا لكم علي أجيب لكم المثل وأعطيكم إياه أقوى اختصار في العالم. أقوى اختصار في العالم. خلوكم معي. فعل جرس التنبيه، سبسكرايب. ايه يلا. المعذرة، نسيت لي والله من رجال مواعدني اني اخلص معه شغله وبقول لكم المثل وقت ثاني. ولكن قصة صايرة في العصر القديم. صدام حسين كان يوم يمشي وحافي، جاء واحد قال: انت قوم تمشي حافي؟ قال: عشان اعود نفسي اني مثل ما تقول احتجت نفسي وانا امشي حافي لاني متجهز لها. كأنه إلا يعني يردد بيت لراشد خلاوي، يقولوا البيت الفقر لا يامن الغنى، وبيت الغنى لا يامن الفقر عايد. فالواحد يمشي شيء ويصبح شيء ثاني، والواحد دائما يعود نفسه على الأشياء البسيطة عشان لا قدر الله قل ظروف أو قل مادة أو اللي صار إيش شخص إنه ما هو بذاك الاختلاف بين فيه. فأبشروا بالعوض في قصة المثل، بعطيكم إياها وقت ثاني، لازم أروح مهم. يا هلا والله. علاج الحلق، علاج الحلق عندي. أنا اللي معطيني الوصفة أمي. هذه اللي يبغالها، وش يبغالها اللي مجرب يعلمنا.